مع نهاية 2025 قررت إن أنا أعمل لكم فيديو عن أفضل منتجات استخدمتها على مدار السنة، ومن غير كلام كتير خلينا ندخل في الفيديو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. الحقيقه انا اشتريت منتجات كتير كانت تستاهل سعرها، بس لو انا سردتها كلها في الفيديو ده الفيديو هيبقى طويل قوي، فانا قررت ان انا انقي منهم 6 بس اتكلم عنهم، ممكن يكونوا مفيدين ليك او لحد تعرفه. صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا مع اول منتج. اول منتج معانا هو باور بانك من شركه يو جرين. الباور بانك ده بسعه 25000 ملي امبير وبقدره 200 واط، ودي حاجه قويه جدا. وعندك 3 منافذ، 2 تايب سي و1 تايب اي. بصراحه من ساعه ما جبت الباور بانك ده وانا ما بقلاش وانا بره البيت، وبقى عارف ان انا لو الموبايل هيفصل فانا معايا محطه طاقه كامله في جيبي وانا خارج، وكمان بيجي بشاشه بقدر اتابع منها الباور بانك فيه نسبه شحن قد ايه، وكمان لو وصلت بالموبايل بيعرفني الموبايل بيسحب كام واط، فبيبقى مفيد لو بجرب موبايل جديد او حاجه بيعرفني هل الموبايل بيسحب نفس الواط اللي الشركه قالته ولا لا. فده كان اول منتج وارشحه لاي حد، ولينكات المنتجات كلها هسيبها لك في وصف الفيديو. تاني منتج معانا وهو الدراع ده من شركه جيم سير. الحقيقه بقى لي فتره كبيره بدور على دراع بلاي ستيشن كويس ينفع معايا في الجيمز اللي بتلعب على اللابتوب او اي جيم بلعبها على الموبايل، لحد ما لقيت الدراع ده موجود على اكسبريس وكان عليه تخفيض. انا جبته تقريبا ب 60 يورو او ب 66 يورو، وكان جاي معاه اشتراك شهر تقريبا في العاب الاكس بوكس. الدراع ده بيشتغل بالسلك وبيشتغل عن طريق البلوتوث، تقدر تربطه باي موبايل بالبلوتوث، وكمان بيشتغل عن طريق الدونجل الصغير اللي بيجي معاه واللي بتقدر تعينه جوه القاعده دي. الدونجل الصغير ده بيتعان جوه القاعده دي، وتقدر برضو تستخدم بيه الدراع عن طريق الدونجل ده بدل ما تستخدمه بالسلك لو حابب. مشكله الدراع الوحيده اللي الناس بتشتكي منها هو ان هو ما بيشتغلش من غير سلك على اجهزه الاكس بوكس. في نسخه تانية منه بتشتغل من غير سلك، ولكن النسخه دي، النسخه البيضه دي، ما بتشتغلش على اجهزه الاكس بوكس من غير السلك، لازم بالسلك. ولكن انا اصلا ما عنديش اكس بوكس، انا جايبه علشان الموبايل وعلشان لابتوب، فده كان واحد من افضل الحاجات اللي انا اشتريتها في 2025 وارشحه لاي حد ما عندوش اكس بوكس. لو عندك اكس بوكس شوف النسخه اللي بتشتغل على اكس بوكس من غير سلك. لينك المنتج على علي اكسبريس هسيبه لك في وصف الفيديو. فاصل بسيط كده، يا ريت ما تكونش نسيت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكمل الفيديو للاخر، لان المنتج الاخير انقذني من التهكير، هتفهم في اخر الفيديو. يلا بينا نكمل. تالت منتج معانا هو منتج انا اترددت كتير لحد ما اشتريته، بس لما اشتريته ما ندمتش ان انا جبته. الحقيقه كان اضافه كويسه جدا للقناه، وهي الكاميرا الاوزمو بوكيت 3 دي. اول كاميرا صغيره اجربها، والحقيقه انا مبسوط بيها جدا. ما كنتش اتوقع ان انا ممكن احبها، وكنت فاكر ان انا هشتريها وهرجعها تاني بمجرد ما انا اجربها مش هتعجبني. بس اللي بتقدمه الكاميرا دي بالنسبه لحجمها فهو شيء مش طبيعي. في ناس بتعمل محتوى كامل بيها هي، والحقيقه بتشجعك في ان انت تصنع محتوى. ويمكن انا كنت هحطها كادر علوي، بس انا عشان ضايفها في الفيديو فانا بصور الكادر العلوي حاليا بالموبايل. كمان انا كنت شاري نسخه صناع المحتوى واللي بيجي معها مايك وبطاريه وكل حاجه ممكن تحتاجها مع الكاميرا دي، وكمان عدسه وايد اكتر من العدسه الوايد الداخليه بتاعه الكاميرا، وبتصور 4K 120 فريم، بتعمل حاجات انا اصلا لسه ما استخدمتهاش، بستخدم الحاجات الاساسيه فيها. فالكاميرا دي ارشحها لاي حد، حتى في نهايه 25 و26 و27 ارشحها له، لان الاوزمو بوكيت 4 اكيد هتنزل بسعر اعلى من السعر الكاميرا دي موجوده بيه حاليا. اضافه قويه جدا، وانصحك بنسخه الكرياتور كومبو عشان تاخد معاها كل المشتملات اللي هتخليك ما تحتاجش تشتري اي حاجه خارجيه للكاميرا. فدي اضافه قويه جدا وانا بحبها جدا من يوم ما جبتها، وليها فيديو مراجعه على القناه هسيبه لك في وصف الفيديو. رابع منتج معانا وهو مايكات، مايك هولي لاند دارك ام 2 اس ومايك دي جي اي مايك ميني. الحقيقه انا بستخدم الاثنين بقالي فتره، واحد منهم دلوقتي متوصل بالكاميرا والتاني متوصل بالموبايل اللي فوق ككادر علوي علشان اخد نسخه احتياطيه من الصوت، لان انا مش ضامن ان الصوت يبقى مظبوط مع الصوره. وده للاسف عمل لي مشكله قبل كده في فيديو مراجعه الاوزمو، كان الصوت مش مظبوط مع الصوره والفيديو باظ مني. يعني انت لو شفت الفيديو هتكتشف ان في مشكله في تقطيع الصوت بسبب اللي حصل، في مشكله حصلت. فانا حاليا بستخدم مايكين، ده الدي جي اي مايك ميني وده الهولي لاند دارك ام 2 اس، كل واحد فيهم بيسجل الصوت على مكان مختلف. ولو هرشح لحد مايكات فانا هرشح له المايكات دي اصغر مايكات انا جربتها لحد دلوقتي بعد الام 2 من هوليلاند، وانا برشحهم لاي حد، خصوصا الدي جي اي مايك ميني اللي صوته جميل جدا وانا بحبه جدا وبعتمد عليه في صناعه المحتوى. بس ما ننساش الهوليلاند دارك ام 2 اس اللي هو تقريبا اكتر مايك بينافس الدي جي اي مايك ميني. فالمايكين دول بالنسبه لي لا غنى عنهم في القناه، وارشحهم لاي حد بيحاول يبدا صناعه محتوى وعنده المقدره ان هو يجيب مايك من الاثنين دول. اي واحد منهم هيديك الغرض اللي انت عايزه. بس في ميزه في الهوليلاند دارك ام 2 اس، وهو ان معاه جهاز استقبال بيخليك توصل المايك بالموبايل. انما الدي جي اي مايك ميني لو انت حبيت تستخدم جهاز الاستقبال بتاعك مع الموبايل هتكتشف ان انت حجم جهاز الاستقبال بقى كبير. فلو انت هتصور بالموبايل ارشح لك الهولي لاند مش الدي جي اي. لكن لو هتصور بالكاميرا فممكن تاخد اي واحد من الاثنين عادي، هما الاثنين بالنسبه لي حلوين. فرق بينهم في الشكل، واحد زي ما انت شايف والتاني مش باين تقريبا، فدي اذواق.
فانت براحتك، انا عاجبني الاثنين بصراحه. وندخل على المنتج اللي بعده. خامس منتج معانا وهي منتجات تصوير، منتجين اشتريتهم من علي اكسبريس، وصراحه يعني هم مفيدين جدا ويمكن فيهم اوبشنز كتير انا هشرحهم لك دلوقتي. ركز معايا علشان تشوف لو واحد منهم مفيد ليك تقدر تشتريه ولا لا. اول منتج معانا هو منتج الرقبه ده. المنتج ده بتثبت فيه الموبايل بالشكل ده وتقدر تثبت الموبايل على رقبتك. يعني مثلا دلوقتي انا بصور المشهد اللي انت شايفه ده بالمنتج اللي متعلق في رقبتي، زي حركه ايدي لو انا ماسك حاجه، لو انا بتكلم عن منتج معين، لو انا بعمل ريفيو لمنتج معين، كل ده قدام الكاميرا وانت ايديك فاضيه، ايديك حره الحركه. فده منتج مفيد جدا، انا كنت عملت له فيديو شورت، هسيب لك لينك بتاعه في وصف الفيديو تقدر تروح تشوف. ده واحد من المنتجات المفيده جدا في التصوير واللي بتنفع الناس اللي معهاش حد يساعدها وحابه انها تخلي الناس تشوف هي شايفه ايه بالظبط، سواء بره البيت او لو هي بتاكل مثلا، بتعمل ريفيو لاي منتج، بتصور اي حاجه بره، ماشيه في الشارع ومش عايز تمسك الموبايل. فده منتج مفيد جدا. يعني نعم شكله هيبقى غريب شويه والناس هتقعد تقول لك ايه يا عم اللي انت عامله في نفسك ده، بس هو مفيد وعملي خصوصا جوه البيت اكتر من بره البيت. تاني منتج معانا من شركه تليسين برضو، وهو المنتج ده. المنتج ده بكل بساطه ممكن يبقى المنتج الوحيد اللي اي شخص محتاجه علشان يبدا صناعه محتوى، خصوصا في محتوى الرياكت. ليه؟ لانك بكل بساطه تقدر تمسك الموبايل بتاعك بيه كده، وعندك هنا رينج لايت بتدي كذا لون، عندك رينج لايت بتدي كذا لون، اصفر وابيض والوضع اللي هو الكولد ده، ماشي. الرينج لايت دي بتتقلب كده، بتطلع لفوق كمان، بتتقلب الناحيه التانيه، فتبقى انت ماسك الموبايل بالشكل ده. وفي هنا ورا لو خدت بالك هتلاقي فيه مرايه، فتقدر تصور نفسك كده وانت شايف نفسك في المرايه. مش احسن حاجه او مش ادق حاجه انك تبص على المرايه، ولكن ممكن مع التعود تستخدم المرايه دي وتحس ان انت ممكن تصور بيها فيديوهات بالكاميرا الخلفيه. انا ما استخدمش المرايه لحد دلوقتي الحقيقه. كمان تقدر تتحكم في التصوير بتاعك، في زراير هنا تقدر تتحكم في التصوير، شطر وتقلب بين الاوضاع. يعني مثلا لو شغلنا الدراع ده، فتحنا الكاميرا، هتقدر تقلب بين اوضاع التصوير بالزرار اللي هنا، هتلاحظ ان هو بيقلب بين اوضاع التصوير. كمان تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت بالبقره اللي هنا دي، اللي هنا كده، هتلاقي بالبقره عمال بيعمل زوم ان وزوم اوت، كل ده بالبقره دي. فده منتج مفيد جدا. كمان تقدر تستخدمه في حاجه تانية، وهو ان انت تحطه على ترايبود، على اي ترايبود، تقدر تحطه على اي ترايبود تربطه هنا، وتقدر تفك الموبايل وتثبته في اي وضعيه او في اي وقت. لو حابب تصور تحط بس الموبايل وتبدا تصوير. فهو منتج فيه اوبشنز كتير. كمان في حاجه تانية برضو، وهي ان الريموت ده بيتفك، والريموت وقع، انا جيت، الحمد لله على السلامه. بص يا سيدي، شفت اللي حصل ده؟ الريموت بقى تقدر تاخده وتستخدمه من بعيد، تصور نفسك من بعيد، تبدا تصوير، توقف تصوير، تغير بين اوضاع التصوير، تعمل زوم ان زوم اوت، كل ده بالريموت. كمان المنتج ده له تطبيق تقدر تعمل منه التحديثات اللي بتنزل للمنتج ده. فده منتج مفيد جدا، ينفعك لو بتعمل محتوى وعايز اقل سيت اب واقل دوشه ممكن تكون متعبه عشان تبدا صناعه محتوى. المنتج ده ممكن يكون المنتج الوحيد اللي انت محتاجه مع اي ميكروفون، وشكرا على كده. اخر منتج معانا بقى، وده انا اشتريته في اخر السنه لان انا فجاه لقيت بيجي لي اشعارات كتير، حد دخل يهكر الفيس، حد دخل يهكر الانستا، حد دخل يهكر، في ناس فاضيه تقريبا فاكره ان انا مليونير او حاجه، وان انا صانع محتوى معروف، وان انا هتحايل عليه عشان يرجع لي القناه بتاعتي. ما يعرفش للاسف ان انا غلبان، هو ما يعرفش ان انا غلبان. فانا قررت عشان اريح دماغي خالص من وجع الدماغ ده، قررت ان انا اشتري فلاشه ضد السرقه. كان احمد ابو زيد اتكلم عنها في فيديو من كام سنه، بس انا ما توقعتش ان انا ممكن في يوم احتاجها، ولكن حسيت ان انا خلاص بقى وده وقتها انها تتجاب. الفلاشه دي مش رخيصه ولكن سعرها يستاهل بصراحه. يعني تقريبا جايبها ب 35 يورو، ولكن هي تستاهل سعرها. لو انت جيت بقى تتكلم، فهي دي اكتر حاجه مفيده انا اشتريتها في 2025. الفلاشه دي بتربط بيها كل حساباتك. لو حد حاول يفتح الحساب بتاعك في اي مكان هيطلب منه ان هو يحط الفلاشه دي في الجهاز بتاعه، والفلاشه دي بتشتغل عن طريق ال NFC. وكمان المكان اللي جوه ده عباره عن بصمه، هنا بتحط البصمه بتاعتك كده وخلاص تمشي بقى. دي اول ما تحط دي في الموبايل بيقول لك حط البصمه، وبتكون انت كاتب باسورد، بتقوم كاتب الباسورد ومأمن الدنيا بتاعتك بفلاشه معاك في البيت. بس لازم تخلي بالك منها، لان دي لو ضاعت شكرا كده، كل الاكونتات بتاعتك بدل ما حرامها هياخدها، هي انت مش هتعرف ترجعها اصلا. لازم بقى تتواصل مع الدعم وترجعه كده، او الاحتياطي ان انت تعمل فلاشتين، واحده تبقى معاك في اي مكان والتانيه تبقى متعانه مثلا في البيت او حاجه، عشان لو واحده ضاعت التانيه تنقذك. فدي اكتر منتج عملي ومفيد انا جبته في 2025، ومش ندمان ابدا ان انا اشتريته. بالعكس انا يعني يمكن اتاخرت فيه شويه، بس يمكن عشان ما كنتش محتاجه قبل كده. بس
انصح بيه اي حد بيحاول يبدا صناعه محتوى او عموما خايف على الاكونتات بتاعته او على خصوصياته، ان هو يشتري الفلاشه دي هتنقذه من عمليات تهكير كتير جدا في فتره احنا فيها بنتهكر واحنا قاعدين في بيوتنا، والشركات بتطلع تقول لك بكل بجاحه ان انتم متهكرين. دي كانت افضل منتجات استخدمتها على مدار السنه. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت ما تكونش نسيت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله يا صديقي. سلام.